السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني جدا جدا. طبعا زي كالعادة بنعتذر عن التأخير. بس ابني الصغير تعبان شوية، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويطمني عليه. يومنا النهاردة هيبتدي من الغدا. لو انت جديدة واول مرة تخش القناة، خدي لك جولة كده في القناة. احنا بنقدم روتينات مشجعة وبنقدم فيديوهات تحفيزية، ووصفات اكل حلو وحادق ومعجنات وكيكات، يعني من كل حاجة. فيا رب القناة تعجبك، واهلا وسهلا باي حد جديد بيخش القناة. انتوا على راسي من فوق، انتوا عيلتي الجميلة، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. اول حاجه انا عملتها زي ما قلت لكم الفيديو دوت، يعني فيديو مسائي كده، روتين مسائي من اول الغدا لحد بالليل. عملنا حاجات بسيطه في يومنا. في حاجه انا بدات ان انا اعملها، ما كنتش بعملها الاول بصراحه. انا كنت بجيب اللحمه المفرومه دي اللي هي مستورده، بامانه الله يعني. كنت بجيب المستورده. طيب كنت بجيب المستورده ليه؟ كنت بجيبها عشان توفير برضو في المصاريف، وهي لحمه مفرومه كده كده انا هضيف لها توابل وهضيف لها وهضيف لها وهضيف لها. لكن حاليا انا بجيب اللحمه اللي هي البلدي. ليه؟ لاني فرق السعر يعني بقى، اللي هو ازاي انا بجيب اللحمه المستورده كانت مثلا ب170 او 180. دلوقتي انا بجيب اللي هي اللحمه البلدي ب150 160. ولو ب200، لو اللحمه البلدي برضو وصلت ل200 والتانية ب170 او 180، يعني انا برضو اللي كسبانة فرق 10 او 20 جنيه. بس اسمي ان انا بجيب لحمة بلدي. بعمل ايه بقى؟ بروح عند الجزار بقوله انا آه عايزة كيلو لحمة هفرمه، او 2 كيلو او نص كيلو، زي ما انت عايزة. فانا بجيب كيلو اللحمة اقول له عايزاه هفرمه، فهو بيقطعهولي احمر تمام. وبروح انا عند اي حد عنده مفرمة، لو الجزار ده ما عندوش مفرمة، وباخد انا عندي طبعا لما بجيب لحمه اللي هي اللحمه البلدي من عند الجزار، عشان اصلها يعني يعملها لحمه محمره او لحمه في قلب الطبيخ والكلام ده. بيديني حته دهن كده. ساعات ناس بتبقى دابحه بتديني ليا الحاجات دي، فبتبقى عندي في الفريزر. انا بقى بستخدمها، بلمها كلها بقى، ولما اجي مثلا بحط على كيلو المفروم انا بحط عليه نص. انتوا فاهمين؟ يعني انا بجيب كيلو لحمه، قبل ما افرمه ببقى واخده الدهون معايا. ايا كان الماده الدهنيه انت تاخديها، فنسبه الدهون بتبقى 25%. بالنسبه للحمه طبعا انت بتجيبيها من بره 100% كلها اصلا دهون. ده عن تجربه، ان انا بقولك كنت بجيبها من بره مستورده. لكن دلوقتي انا باخد كيلو لحمه مفروم بلدي، بحط عليه نص من الدهون، يعني بيعمل لي كيلو ونص. بجيبها بخلطها بقى كده بايدي كده بعد ما الراجل ما بيفرمها لي، بقلبها في قلب بعضها كده واسمخها بقى في بعض، يعني ما تبقاش جزء فيه دهون كتير وجزء بيبقى فيه لحمه كتير. وبعد كده بقسمها وجبات زي ما انا عايزه تقسميها على نظام ارباع 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 كان بها، عايزه تمن 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 كان بها، برضو عايزه نص نص على حسب عدد افراد الاسره بتاعتك. التقسيم دوت على حسب ما عدد الاسره، و تعملي كميه قد ايه، والناس بتاكل باي طريقه. يعني في ناس بتعمل كده كميات معقوله وبيبقى اكلها بسيط، في ناس ما شاء الله اكيله، في ناس الاكل اللي هو متوسط على حسب الاكله دي ما هي حباها قوي او بالنسبه لها عادي تمام. فالتقسيم ده بيبقى راجع لحضرتك، انتي بتقسمي زي ما انتي عايزه تمام. يبقى انا بقى وقتها في اول الفيديو كده لما كنت بسمغ اللحمه بالبصل، دي كنت جايبه لحمه وفرمها برضو. فرحت بقى قسمتها زي ما انا عايزه، وخليت الحبه دول ان انا هعملهم. كنت هعمل صينيه مكرونه بشاميل، فخليت بقى على قد ما انا محتاجه تمام. ورحت بقى ايه قطعت عليها بصلايه. الحركه دي برضو متعلماها جديد، ما كنتش بعملها الاول بصراحه. الاول كنت بشوح البصل بماده دهنيه، زيت او سمنه يعني او اي حاجه. وبعد ما بشوح البصل كنت بحط اللحمه، ولو انا هضيف اي خضار تاني. لكن دلوقتي بقيت ان انا اللحمه مع البصل بروح معصجاها كده بايديا بقلب بعضيها، يعني اسمخها ببعض كاني بعمل كفته مثلا او بعمل حواوشي. وبعد كده بروح ضيفها على النار من غير اي ماده دهنيه. ما شاء الله تبارك الله، زي ما شفتوا معايا كده في قلب الفيديو،
شفتوا هي جميلة ازاي، وبجد كانت تحفة جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم اوي. طبعا احنا عملنا صينية المكرونة زي ما انتوا شايفين. طبعا مش محتاجين ان احنا نقول هو الرغي خدنا. بتسلقي المكرونة في ملح وبس من غير زيت. اللحمة زي ما قلت لكم كده، بحط اللحمة مع البصل وبعد كده احطها على النار. ضفت شوحتهم شوية، وبعد كده ضفت قرن فلفل وعصير طماطم عليهم، وبعد كده حطيت فلفل اسود وملح وسنة قرفة ورشة من جوز الطيب وفلفل اسود. دي التوابل اللي انا حطيتها في قلب اللحمة. اتعصجت معايا تمام، جاهزة المكرونة، جاهزة البشاميل، دقيق وسمنة شوحتهم مع بعض. نزلت باللبن وضفت كمان مية، برضو لو انت عايزة الحاجة تكون اقتصادية شوية فممكن تضيفي. وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 200 وطلعت معايا بالشكل دوت. عملتها في البايركس، بجد كان طعمها تحفة تحفة تحفة. والشكل بصراحة يعني هو الشكل بيتكلم اصلا عن نفسه، صينية المكرونة بتتكلم عن نفسها. بألف هنا وشفا على الأكل. أنا عايزة أقولكم إن الطاجن الكبير ده بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. أنا وولادي أصلا خلصناه وكان جوزي معانا. أنا ما عملتش حاجة جنبها بصراحة. أنا بعمل صينية المكرونة ومبعملش حاجة جنبها. احنا كلنا بنحبها يعني، فبناكل اللي هو منها يعني وكده خلاص. ما اللهم صل على النبي، ما بعملش حاجه تاني جنبها. تمام. بعد كده بقى قلت ايه، اخد بقى في سكتي بقى بان الميه شغاله. طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفه موضوع الميه اللي عندي دوت. فبما ان الميه شغاله بقى قلت ايه، اخد الطبقين دول والحلال بقى والمواعين بتاعتي دي، اغسلها بقى ايه في سكتي كده واخلص منها، عشان على طول المطبخ ايه يبقى رايق على طول كده اول باول. بدأت ان انا اغسل في المواعين. واحنا بنتكلم واحنا بنغسل المواعين تعالوا اقول لكم احنا نتكلم في موضوع مهم كده اللي هي الميزانيه. ناس كتير قوي بتتكلم معايا عن الميزانيه. والفيديو سابق لما كنت منزلاه من فتره كنت بتكلم ان انا بجيب الحاجه بالجمله عشان توفر معايا. في ناس قالت لا احنا ما نقدرش على المصاريف دي، انتي مصاريفك كتيره. لكن احنا هنجيب بالشهر. كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب يعني ظروفه مسستماه على ايه. يعني في ناس مصروفها مثلا 1000 جنيه توتال، فهي بتقدر تمشي نفسها بالألف، في 1500، في 2000، في 3، في 4. فكل واحد على حسب ما بيته بيصرف قد ايه، والميزانية بتاعته ايه اللي داخل وايه اللي خارج عليه. كمان لما بتوجب ان انت عليكي التزامات خارجية اذا كانت جمعية مثلا لدين او لمصلحة، ده شيء اساسي لازم لابد منه، ملوش دعوة باكل ولا شرب ولا اي حاجة. طيب انا هتكلم عن نفسي. انا ليه بعمل طريقه ان انا بجيب الحاجه بالجمله وبتقعد عندي فتره ما بجيبش بالشهر؟ لان انا ملتزمه. انا حاليا لسه ما قبضتش من اليوتيوب خالص. فانا شغاله لحد دلوقتي ما خدتش ولا جنيه، دي رقم واحد. فانا ما عنديش دخل من ناحيتي انا الدخل اللي عندي من ناحيه جوزي. طب جوزي ربنا يعينه ويقويه على قد ما بيقدر، هو ضاغط نفسه وشغال عشان يقدر يكفي الالتزامات اللي عليه ويكفي البيت وما يأثرش معانا ولا يأثر مع العيال في حاجة. تمام لحد كده تمام، مفيش اي مشكلة. طيب احنا علينا التزامات خارجية كتير، يعني علينا احنا مثلا نطلع مبلغ في الشهر مبلغ كبير قوي. مش متوفر لي ان انا يبقى لي مصروف. يعني انا مش مبقالي ان انا اخد مثلا 1000 او 2000 او 3 ايا كان، ان انا ابقى شهريا معايا المبلغ ده انزل اجيب طلباتي كل شهر، او بالاسبوع انزل اجيب طلباتي كل اسبوع، او باليوم انزل اجيب طلباتي كل يوم. انا مش متوفر معايا ده خالص نهائي. وظروف جوزي ما تسمحش بعد المبلغ الكبير اللي بيخرجه ان هو يديني مبلغ ان انا املى البيت. طب هل البيت هسيبه فاضي اقصر مع عيالي؟ لا طبعا مش هينفع. احنا بنوفر وبندبر وبنحاول ان احنا نمشي الدنيا وما بنجيش على ازواجنا ونضغطهم بما فيه الكفاية. لكن في نفس الوقت احنا مش هنيجي على اولادنا ونحرمهم من حاجات كتير. والاكل والشرب دوت يعني درجات. ممكن تجيب الاكل لحد ما ترميه عادي مفيش مشكله. في ناس بتعمل كده كتير. وممكن مبقاش انت اصلا لاقيه اللقمه. وفي ناس متبقاش اصلا بتجيب يا دوب اللقمه، مفيش فاكهه، مفيش قرصه، مفيش حاجه حلوه، مفيش اي حاجه خالص. فالموضوع دوت درجات ومستويات. انا ما اقدرش احددها بالظبط. انا بتكلم عن نفسي وعن دنيتي، فانا ظروفي بالطريقه دي انا مش هقدر ان انا اخد مصروف كامل. فاللي انا بعمله انا مثلا داخله جمعيه هقبضها سي مثلا ب5. ال5 دول 3 خارجين مني التزامات عليا. تمام. وال2000 دول باخدهم بقى بروح لبتاع الجمله، اجيب كرتونات مكرونه مشكله كده 20 كيس
اكيد مش هخلصها في شهر. يعني انت تخلصي 20 كيس مكرونه من ضمنهم شعريه ولسان عصفور؟ استحاله. اجيب مثلا باكيتة رز 10 كيلو، او اجيب اللي هي الشكاره ال10 كيلو، هتخلصي 10 كيلو في شهر؟ استحاله. آم، اجيب مثلا نص كرتون الزيت. كرتون الزيت لو الدنيا تسمح والاسعار يعني سهله شويه عليا او بسيطه عليا كان بها. ممكن اجيب شوكولاته دي 10 كيلو 5 كيلو، عشان طبعا المعجنات والكيكات انا بستخدم الموضوع دوت كتير. سكر اروح جايبه لي باكيته. فهل الحاجات دي كلها اللي انا لما اجيبها واخليها عندي في البيت، هل في يوم وليله هتخلص؟ هل هتاخد الشهر كله وبعد كده الشهر الجاي ابقى عايزه اجيب؟ لا طبعا، ده ممكن تقعد معايا شهر واتنين وتلاته على حسب عدد افراد الاسره، وعلى حسب الاستهلاك اللي انتي بتستهلكيه في اليوم او في الشهر. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر، ان انا بيتي مليان وفي نفس الوقت المصاريف عند جوزي ما تقلتش. ازاي؟ هقول لك انا. يعني انا بجيب الحاجات دي وبيبقى شهريا جوزي بيطلع لي اللي هو خضار وفاكهه بس. خضار وفاكهه، واذا كان الانبوبه والغاز ما هي الانبوبه اللي هي الغاز، عشان لسه مدخلش عندي الغاز بس. الانبوبه والكهرباء والميه، يعني تدفعي الكهرباء بتاعتك والميه استهلاكك وتغيري الانبوبه ده شهريا. دول مثلا بيخش لهم احنا نقول ايه، سي 100 كهرباء 100 ميه 100 انبوبه، يبقى كده 300 جنيه. تمام. يبقى انت عندك 300 جنيه اساسيين. انا بضرب مثال، ما بقولش هو ده المبلغ ان انا بدفعه. تمام. انا بضرب مثال. يبقى كده 300 جنيه اساسيين عندك في الشهر، دول ثابتين. 300 جنيه مبلغ صغير وواحد، تمام مفيش مشكله. انا اروح السوق مرتين في الشهر. مرتين بس في الشهر. كل اسبوعين بنزل مره. بنزل مثلا اخد لي 200 جنيه، بروح بجيب. انا عندي هنا ارياف، ولما بروح متاخر زي ما قلت لكم قبل كده بستلقط حاجات رخيصه. بجيب بقى حبه خيار، حبه قوطه، حبه بطاطس، بصل، كرنب وخزنه، شويه بتنجان اعملهم محشي مش عارف ايه، والدنيا ايه بتتقضى. طب اللحوم بتعملي فيها ايه؟ اللحوم نفس الحكايه برضو. باجي مثلا ببقى محدده مبلغ كده من فلوس جايالي مثلا من بره، وجمعيه زي ما انا بقولك كده، والمفروض مثلا انا جايلي مبلغ قد كده، فهطلع مثلا نص والنص للبيت. فلما بجيب الخزين بجيب برضو خزين اللحوم معايا. ازاي؟ مش بالشهر. لا مش بجيب بالشهر. طب ازاي مش بتجيبي بالشهر؟ هقول لكم. انا مثلا لما اجيب 2 كيلو لحمه واحطهم في الفريزر، هل انا هطبخ ال2 كيلو لحمه كلهم؟ لا طبعا، انا بطبخ بالنص كيلو. نص كيلو لحمه، والله نص كيلو لحمه. وده مش بخل ولا اي حاجه. انا مفيش الا انا وجوزي. انا معايا 3 اولاد، لكن 3 اولاد صغيرين. اكبر ما فيهم آم، اياد ابني، ثانيه واحده بس كده احسب. اياد ابني المفروض ان هو قدامه، احنا في شهر كام؟ شهر 11. قدامه 3 شهور ويتم ال4 سنين. يعني قدامه 3 شهور ويتم ال4 سنين. ده اكبر طفل عندي او اكبر ابن عندي. فبالتالي مش يعني مش كبير قوي لدرجة ان لا هو بياخد نايب وبياكل. بس انتوا عارفين الاطفال، ان هي مثلا لو اكلت معلقتين رز مثلا بشوية طبيخ وخدت نص حتة لحمة، بالنسبة لها كده ايه، عملت انجاز رهيب. مع مثلا فاكهة، مع قرصاية احنا بنعملها في البيت، مع حتة كيكة، مع نشربه كوباية حليب، عملنا له مثلا زبادي. الحاجات دي كلها بتكمل بعض. تمام. فادي انا ماشيه بيتي بالوضع ده. هل هيظبط معاكي الطريقه دي؟ كان بها. مش هيظبط معاكي خلاص. انا بقى مش هينفع ان انا اخد مصروف للبيت فعلا مبلغ كبير غير لما اخلص الالتزامات اللي عليا، لان كل بيت وليه التزاماته. فانا اضرب التزاماتي ودنيتي، فبالتالي ماشيه بيتي بالطريقه دي. والحمد لله الحمد لله بفضل الله. باكل كل حاجه، مش حارمه اولادي ولا جوزي ولا انا حارمه نفسي من حاجه. وكل حاجه متاحه وبعملها في البيت. وكل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة. انتي حاولي بس تعملي كل حاجة في البيت، هيوفر معاكي كتير قوي وهتظبط الدنيا معاكي. فنسقي الميزانية بتاعة البيت على حسب ظروفك وعدد افراد الاسرة والمتاح معاكي واللي يظبط معاكي اعمليه. لو انتي زي حالتي كده مجبرة او عليكي التزامات بره بتدفعيها شهريا او جمعيات كتير، فبالتالي لازم تعملي الوضع اللي انا بعمله دوت مرتاحة ومش بحس ان انا مقصرة في بيتي ولا اي حاجة. لو تهتوا في اي وصفة هنا في قلب الروتين، روحوا على قناة الوصفات ومواد الوصفات البسيطة. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة. ما تنسوش في اللايك وفي الشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.